الشيخ عبد اللطيف صحيح؟ نعم أخي. أنت إمام المسجد؟ نعم. السابق. لو سألتك شو أمنيتك؟ أمنيتي أن أخرج حاملا لكتاب الله تعالى. تخرج شخص حافظ القرآن؟ نعم. أن يخرج تلميذ على يديك، هذا فضل من الله تعالى. خير التلامة خيرية، خير مما تعلم القرآن وعلم. نعم. جميلة هالأمنية. احنا يعني هنا هالقرية لكثير من الأسباب، منها أن نكون شركاء في الخير اللي راح يصير، جزء من مبدأ الناس للناس، أنت توقف مع أخوك جزاكم وإن كان في آخر الدنيا، لأن هذا هو الخير. الله. في رد جميل بسيط لك لأهل القرية، لك إن شاء الله راح يكون لك بيت جديد، ولأهل القرية إن شاء الله المسجد راح يرجع مرة ثانية. الله عليك يا رب. وتحفظ في القرآن يا رب، يخرج طفل أو شاب من عندك حافظ القرآن في هالقرية إن شاء الله. خلينا يعني نكمل الخير. كل الأيتام اللي في القرية إن شاء الله راح يكفلون يا رب. إن شاء الله. طويتم المسافات من أجل مدى كي تنالوا رضا الله يا رب. وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم من الرضا يا رب. وأن يتقبل مني يا رب. والشباب من حبهم لك قالوا قول للشيخ بشره في بشارة جميلة أن السجود في بيت الله يمكن يعني أجمل سجود أنت راح تسجد إن شاء الله. فيعني من الأشياء اللي راح تصير قريبا نشوفك إن شاء الله في العمرة. الله. شيخ الله خير. هذه أجمل هدية. الله يجزيك. الله يجزاك. الله يجزيك بالخير.